السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة يوم جديد من عند الفراخ بتاعنا. النهاردة يومنا ال17. النهاردة ان شاء الله احنا بنصور بالليل، فعشان كده انا هحط لهم بصل وبنجر. بصل وبنجر، تمام. بصوا هيموت كده وياخد الطبق يطلع يجري بيه. انتوا شفتوا طبعا امبارح عملوا فينا ايه في البنجر. انا حطيت هنا البصل والبنجر على قلب العلف بتاعنا وسط. خلاص احنا سحبنا الناعم خالص من قدامهم. والنهارده بقى عامله لهم سقوه حلوه قوي. غليت شويه شعير وغليهم من الصبح وسايباهم خالص يبردوا متغطيين. هوريكم لما تيجوا تغلوا حاجه يا جماعه اعشاب، لو مش هتعملوها بطريقه الكمر، يعني ان انت تغلي الميه وبعدين تحطي فيها العشبه وتغطيها. لو هتغليها اغليها وهي متغطيه، وبعد ما تغلي سيبيها وهي متغطيه عشان الزيوت الطياره بتاعتها كلها ما تروحش منك وتاخدي الفايده بتاعتها كلها بتاعت ايه العشبه اللي انت بتغليها يعني. ده لو مش هتعمليها زي ما بقول لك. انا عامه معظم يعني لو احنا هنشرب الاعشاب عامله حاجه سخنه لاولادي او حاجه، بغلي الميه حلوه قوي وبعد ما بغليها بروح حاطه فيها العشبه بقى اللي احنا هنشربها، ينسون، نعناع، شمر، كراويه، اي حاجه من الحاجات دي بعملها كده. بغليها وبعدين بغلي الميه وبعدين بحطها عليها وبعدين بسيبها ايه متغطيه، تمام. انا هنا اهو غاليه الشمر من بدري، غاليه في البراد، سايبهونهم يبرد خالص. على كل على كل بتاعه ميه هحط قد ايه؟ هي دي 2 لتر العلبه دي، لان انا فضيت فيها قبل كده ازازه لتر لقيتها جايبه بتاع نصها، فاقول احط مثلا 10 سنتي على كل واحده، هحط 10 سنتي، تمام. والباقي هحطه في التلاجة واحط منه بكره. ده من اقوى غسولات الكلى، يعني من اقوى حاجه انت ممكن تعمليها غسيل كلى للفراخ. الشمر اللهم ذكرني، انا لسه قايله لكم ايه. بصوا انا بنسى بطريقه صعبه، بنسى بطريقه صعبه جدا يعني. الشعير بدل ما تجيبي غسيل كلوي من عند البيطري، هاتي شويه شعير واغليها وحطها لهم. حزمه بقدونس، هاتي شويه بقدونس اغليها وحطها لهم. الحاجات الطبيعيه دي بتبقى حلوه قوي ليهم. احنا بنعمل غسيل كلوي ليه؟ عشان العلاج اللي احنا اخدناه يغسل بقى جسمهم كده من العلاج، ما يبتديش ان هو يعمل جهد عليهم على الكلى. وممكن بقى تحتاجي منشط كبد لو لا قدر الله حسيتي برضو مشكله عندك في الفرخه او حاجه، ممكن نحط منشط كبد. انا طول ما الدنيا معايا تمام، شايفه ان انا مش محتاجه علاجات، انا ما بزودش عليهم في العلاجات ولا بزود على نفسي في التكاليف زي ما اتفقنا. لا بزود عليهم هم في علاجات ولا بزود على نفسي في التكاليف. يلا انا عايزه اجيب التالت ده، ثانيه واحده. بصوا والله العظيم بينقروا في ايديا نقر. انا هحط لهم الطاجن التالت عشان ايه ما يبقوش كلهم ملمومين على حاجه واحده، وهحط لهم كمان الميه بتاعتهم عشان كده يبقوا تمام كده، مش عايزين مني حاجه غير اللي انا هنضف لهم بس. اهم كده، كل مثلا هتلاقي 3 4 كده ملمومين على طاجن، دول هنا عددهم 11، فكده العدد حلو قوي يعني. شويه برضو وهنبتدي ان احنا نغير لهم المكان تاني. اللي معايا من الدوره اللي فاتت شاف لما نزلناهم من السبيطه وحطيناهم على الارض، بس هما لسه يعني ما شاء الله. ممكن لما الفرخه واحده منهم تجيب كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص. احنا كده كده موسعين عن المره اللي فاتت. يعني المره اللي فاتت كان العدد 20 تقريبا، كان 20 وكنا حاطينهم في سبت واحد. ثانيه واحده كده، حطيت لهم الميه. لا معوجه، استنى عشان ما تتقلبش. عايزه اقول لك انا ممكن ايه، مش فارق معايا موضوع الميه قوي، الفرشه يعني تبقى ناشفه او لا، عشان هما بعيد عن الارض. بس انا كده كده يعني انتوا عارفين انا بنضف لهم يوميا. بس لو انت بتربي تربيه ارضي خلي بالك قوي من موضوع البلل ده، ما ينفعش الفرشه عندك تبقى مبلوله.
بتحطي نشاره، بتحطي جبن، بتحطي اي حاجه، ما ينفعش الفرشه عندك تبقى مبلوله خالص. انا هنا هحط لهم شويه برده في الطاجن زي امبارح كده. طب تعالوا كده ثانيه، بحيث ان ما يبقوش كلهم ملمومين في مكان واحد. احنا قلنا بسم الله هما كبروا، فالعلافه دي برضو ايه مهما كانت فيها عيون وكله، بس برضو ايه ما تبقاش ضايقه عليهم. يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت تاخدي بالك ان الفراخ كلها بتاكل، ما تلاقيش فراخ بتاكل وحبه وواحد او اتنين او حاجه واقفين كده على جنب مش بياكلوا، عشان ما يحصلش معاكي تفاوت اوزان. احنا خلاص احنا كده بنلعب خلاص داخلين على كام، داخلين على 20 يوم اهو. يعني قدامنا بسم الله ما شاء الله، يعني اقل من بتاع 15 يوم كده كمان وتبقى الدوره بتاعتنا. لا النهارده 17. لا لسه شويه، بس بمجرد انت ما تجيبي ال 20 يوم خلاص انت كده بتلعبي في الوقت الضايع. لو الدوره ما ظبطتش معاكي لحد ال 20 يوم خلاص لا قدر الله انسي ان هي تظبط، خلاص انت كده بتلعبي بقى في الوقت الضايع. فانت شوفي مثلا والله فرخه لقيتيها حجمها اقل منهم، الوزن بتاعها اقل منهم، حتى بالعين لو انت ما عندكيش ميزان لقيتي الفرخه، يعني في فرخ كده تلاقيه باين عليه ان هو اضعف من اللي حواليه، باين عليه ان هو حجمه اصغر من اللي حواليه، ده عايزه اقولك لو تقدري تعزليه وتهتمي باكله وشربه بعيد عنهم اعملي كده فورا. لان ده هتلاقيه مثلا هما بيجوا ياكلوا هو مش عارف ياكل، بيتلموا هو مش عارف يقف جنبهم عشان ياكل او حاجه، فده لو ما تلحقش، لو الكتكوت بقى سارده معاكي خلاص انسي مش هتعرفي تلحقيه، بالذات لو عدينا ال 15 يوم والكتكوت لسه سارده معاكي او في كتكوت منهم سارده معاكي خلاص انسي ان انت مش هتعرفي تلحقيه. خلاص احنا 15 يوم يعني انت اعتبر عديتي نص الدوره، او 20 يوم انت عديتي نص الدوره. ان احنا مثلا في كده في فراخ ما شاء الله تطلع على ال 30 على ال 35 ال 32 في 15 يوم والكتكوت مش مظبوط معاكي خلاص هيبقى انسي ان انت تعرفي تظبطيه. لقيتي كتكوت بقى او 2 3 لو انت العدد معاكي كبير لقيتيهم حجمهم مش زي بقيه الاحجام التانية، لو انت ما عندكيش ميزان ابتدي ان انت اعزليهم، حطي لهم اكل للنهار، ابتدي ان انت تهتمي باكلهم، ابتدي ان انت تعملي لهم وصفات زياده وزن، وصفات رافع مناعه، عشان كمان الكتاكيت السارده للاسف بتبقى كانها قنبله موقوته وسط الفراخ بتاعتك، تنقل لهم امراض، تعمل لهم يعني هي طبيعي يعني هي لازم تبقى مريضه، عندها اسهال بقى، عندها مشكله تنفسيه، عندها ايا كان، عشان كده ما عطتكيش تحويل كويس زي الباقي، فدي هتلاقيها على طول بقى قنبله موقوته عندك في الدوره في المكان اللي انت بتربي فيه، فابتدي اعزليها لوحدها، اهتمي باكلها شربها، عندها مشكله تنفسيه ابتدي هاتي لها علاج من البيطري، عندها مشكله اسهال ابتدي هاتي الجرعات بتاعه الكوكسيديا والكوليستريدي، انت وصفي للبيطري يعني المشكله بتاعتها وهو هيقول لك، لان علاج الكوكسيديا حاجه وعلاج الكوليستريدي حاجه. في فراخ الله اكبر بيجي لها فيروسات تانية نيوكاسل وبيجي لها حاجات تانية، في فراخ بتلاقي رجليها مش مظبوطه بيجي لها زي عرق كده، فالحاجات دي كلها امراض طبعا لو اتثبت وسط الفراخ هتلاقي القطيع بتاعك كله اتبهدل، فخلي بالك من الموضوع ده كويس قوي. لقيتي فرخه عندك مش مظبوط، لقيتي فرخه عندك حجمه او وزنه اقل منهم، بمعنى ايه؟ لو انت مثلا الفراخ بتاعتك بتتكلم في كيلو، هو لسه نص كيلو 450 جرام، ده تعرفي ان هو ده كده خلاص سردة، اقل من النص ده خلاص سردة. لكن مثلا بقى ايه كتكوت مثلا 800 جرام، كتكوت اللي قبليه مثلا 600 جرام 650، ده تمام ماشي، ممكن يكون تفاوت اوزان بسيط وهيتلحق، مثلا انت هتطلعي فراخ على 32 وتطلعي الباقي على 35 37 مش مشكله، كده كده هما بعد ال 30 بيدوا تحويل كويس قوي. لكن انت مثلا الكتاكيت عندك كيلو وفي واحد لسه 450 او 500 جرام، ده تعرفي ان هو سرد على طول، لازم تعزليه عن بقيه الفراخ بتاعتك
عشان تحمي القطيع بتاعك من الامراض بقى اللي هو هينقلها لها. تمام. النهارده ده كان يومنا ال17، الحمد لله عدى على خير، ما عندناش مشاكل الحمد لله الحمد لله. رغم ان الدنيا ابتدت الجو ابتدى يهوي شويه عندنا في اسكندريه، احنا محافظين على التدفئه، ما بعرضهمش لتيارات هوائيه مباشره. يعني زي ما قلت لكم، هم مثلا في مكان، الشباك في المكان التاني، ما باجيش احط قدامهم مروحه، ما باجيش مثلا افتح تيارات هواء قصاد بعض، يعني ما افتحش شباك وباب الاتنين قصاد بعض. لو في هوا بقى جامد وحاسه ان الدنيا مش تمام قوي، مثلا الجو هيقلب بالليل، بقفل الشباك عليهم، او ممكن افرد دفايه على القفص من فوق، عشان طبعا احنا خلاص دخلنا اكتوبر والجو بقى ابتدى يقلب، فاهميني. بصوا زي ما قلت لكم، زي ما توقعت ان القفص ده في ديوك اهو، اللي باصص لي ده ديك. يعني بصوا هما في القفص ده مش اقل من 4 5 ديوك زي ما توقعت. خلاص ابتدى يبان معاهم العرف بتاعهم اهو، مش اقل من 4 5 ديوك في السبت ده لوحده. الله يهديهم ويصلح حالهم، والله العظيم معورين. بصوا مش عارفه هتبان معاكم ولا لا، والله معوريني مكان ما بينقروني اهي جنب الضفر، هي مكان ما انا بدخل ايديا، وفي ايدي التانية برضه. الله يهديهم ويصلح حالهم يا رب. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم بكره في فيديو جديد ان شاء الله على خير من عند فراخنا ان شاء الله. كده يومنا 18، احنا خلاص كده عدينا نص الدوره خلاص الحمد لله رب العالمين. اشوفكم بكره في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.